السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. غادي نتكلموا على المدرب المغربي وليد الركراكي، وأيضا الخلاف اللي وقع بينه وبين عصام الشرعي مدرب المنتخب الأولمبي، ومدرب آخر مدرب جديد اللي غادي نتكلموا عليه طارق السكيتيوي. هناك العديد من وسائل الإعلام المغربية اللي تكلمات على هذا الموضوع، من بين العناوين البارزة اللي موجودة في القنوات المغربية، يعني لا المسموعة ولا الإلكترونية. عناوين عريضة من بينها الركراكي وراء طرد الشرعي من المنتخب الأولمبي، إقالة مدرب منتخب عصام الشرعي رغم تتويجه بلقب كأس إفريقيا تحت 23 سنة. يعني عناوين اللي ربما هناك فيها نوع من الاستفزاز، أو ربما عناوين حقيقية اللي غادي نتكلموا عليها بكل موضوعية بكل شفافية. المنتخب المغربي الأولمبي بعد رحيل عصام الشرعي، من هو المدرب الجديد اللي غادي يعوض عصام الشرعي؟ هناك أخبار متداولة وربما حقيقية. المدرب الجديد هو طارق السكيتيوي. غادي نتكلموا على هذا الخلاف وعلى شنو هو بالضبط الموضوع اللي كان سبب الشرارة اللي ساهمت في إقالة المدرب المغربي ديال المنتخب الأولمبي عصام الشرعي. غادي نعطي واحد النبذة على عصام الشرعي. هذا المدرب اللي معروف على الساحة العربية، اللي قاد المنتخب المغربي الأولمبي وفاز بكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وتأهل عن جدارة واستحقاق إلى أولمبياد باريس اللي غتكون في فرنسا 2024. حنا كنعرفوا المدرب وليد الركراكي ربما أنه مازال يعني في سن صغيرة جدا، وأيضا سعد أشرف عصام الشرعي مدربين مغاربة، ولكن ربما غادي يكون هناك خلاف، وغادي يكون يعني فيهم واحد النوع ديال الآن يعني كل واحد كيبغي النفس ديالو. هذا الشيء اللي خلاهم أنهم ما غاديش يكونوا متفاهمين. ولكن الغريب في الأمر هو أن المدرب وليد الركراكي ولا عصام الشرعي مدربين اللي كل واحد عنده منتخب ديالو. يعني كيفاش هذا الخلاف اللي أدى إلى يعني الاستغناء عن عصام الشرعي، وهذا ما جاء على لسان يعني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اللي أعلنت أنها يعني أن هناك استغناء عن خدمات المدرب عصام الشرعي. غادي نتكلموا على طارق السكيتيوي، هذا المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي. عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المدرب الوطني طارق السكيتيوي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأولمبي خلفا للمقال عصام الشرعي. وسينطلق العمل ديال طارق السكيتيوي مع المنتخب الأولمبي ابتداء من شهر مارس عبر مواجهتين وديتين أمام أوكرانيا وويلز، في حين سيكون الهدف الرئيسي لطارق السكيتيوي هو تحقيق مشاركة جيدة في الألعاب الأولمبية بباريس خلال الصيف القادم. غادي يمكن العديد من المغاربة ربما غادي يتساءلوا نفس السؤال اللي بغي نطرح: لماذا بالضبط في هذا الشهر تمت الإقالة ديال هذا المدرب، مع العلم أنه توج بكأس إفريقيا وتأهل يعني إلى أولمبياد باريس؟ يعني علاش هذا التغيير المفاجئ في الطاقم الفني؟ علاش غادي نغيروا مدرب اللي قضى سنوات مع المنتخب الأولمبي وغادي نجيبوا طارق السكيتيوي؟ ربما غادي يكون هناك دافع حقيقي اللي خلى الجامعة تستغني على خدمات عصام الشرعي،
ولكن السبب الرئيسي وهو الخلاف اللي كان طرأ بين المدرب المنتخب الأول وليد الركراكي وعصام الشرعي. هناك خلافات اللي ربما لأسباب يعني شخصية كما قلت في الأول. وربما وليد الركراكي عنده علاقة اللي كتجمعوا بين عصام الشرعي علاقة سيئة، يعني بالمعنى ما تيحملوش أو ما تيبغيهش وما بغاش يبقى في المنتخب الأولمبي. واللي كنعرفوا أن وليد الركراكي عنده علاقات طيبة مع سكيتيوي، ربما لعامل السن وأيضا لأنهم لعبوا في البطولة الوطنية وعندهم علاقات جيدة فيما بينهم. هذا الشيء اللي خلى أن وليد الركراكي، وخاصة أن وليد الركراكي عنده علاقة مع رئيس الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم فوزي القجع، اللي غادي يسمع ليه، غادي يقول ليه مثلا بأن هناك مدرب كفء أفضل من عصام الشرعي هو طارق سكيتيوي، اوتوماتيكمون غادي يقول ليه مرحبا بهذا المدرب. خاصة أن فوزي القجع أثناء فوز المنتخب المغربي على المنتخب المصري في كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، كانت هناك نظرات بين فوزي القجع وبين عصام الشرعي تبين أن هناك خلاف وهناك عدم رضا فوزي القجع بالمدرب عصام الشرعي. وهذا شفنا في المباريات ديال كأس إفريقيا، هناك يعني الأخطاء فادحة اللي ارتكبها هذا المدرب، وكنا ننتظر أنه سيقال في تلك الفترة. ولكن ربما أن فوزي القجع ما بغاش يعلن في نفس الوقت، لأن كانت هناك فوز ديال المنتخب المغربي خلى حتى دوز شهور وبعدها تم الإقالة ديال عصام الشرعي. ولكن الإعلام كما كنعرفوا، الإعلام اللي تكلم بواحد الطريقة اللي ضخم موضوع الإقالة ديال عصام الشرعي، وأدخل بمعنى أنه حاول يدمج مدرب المنتخب المغربي الأول وليد الركراكي، دخلوا لهذا الصراع الخفي بين مدربين مغربيين مختلفين، يعني عندهم واحد المنتخب الأول واحد الأولمبي، ولكن لا نعرف بالضبط ما هو الخلاف. هل هو شخصي؟ هل هو رياضي؟ هل هو صراع من أجل السيطرة على جميع المنتخبات؟ الأيام القليلة القادمة ستبين لنا صدق هذه الأقاويل. وربما هناك أنباء أخرى على أن وليد الركراكي عنده فرصة أخيرة من خلال المباراتين الوديتين اللي غتجمع المنتخب المغربي الأول مع موريتانيا ومع أنغولا. يعني في حال يعني المغرب يعني ما ربحش هذه المباراتين، فغنقولوا باي باي لوليد الركراكي. وهذا شيء معقول، لأن ما غاديش نبقاو نسكتوا على الإخفاقات الرياضية. المدرب اللي ما كيعطيش نتائج إيجابية فيجب يعني أنه يمشي بحاله ويجي مدرب آخر كفء، مدرب اللي غادي يعطي نتائج إيجابية لكرة القدم المغربية. ما بغيناش المدرب المغربي يكون متعاطف مع اللاعبين، يكون كيخاف من اللاعبين، لأن كاين لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا تيخاف منهم. احنا بغينا مدرب اللي أنه يسيطر على اللاعبين ويلعبوا اللي ما كيستحقش هذه المكانة، الله يعاونه يمشي بحاله. هناك لاعبين من البطولة الوطنية اللي لاعبين اللي صراحة يمكن لهم يلعبوا في كأس إفريقيا ويلعبوا أحسن من هاد اللاعبين اللي في أوروبا. وكما قلنا فالجامعة الملكية المغربية تنتظر وتراقب هاد المباراتين القادمتين اللي من خلالهم إما وليد الركراكي سيبقى أو سيرحل. كما تكلمنا في الأول، دائما هناك خلاف بين مدربين مغاربة، ولكن الغريب في الأمر هو ما عرفناش السبب الحقيقي. هل وليد الركراكي هو السبب في الإقالة ديال عصام الشرعي، أم أن هناك أشياء اللي كتعرفها الجامعة فقط، أم أن الإعلام المغربي فقط أراد يعني جعل وليد الركراكي ككبش فداء
اللي خلى الأغلب ديال المغاربة أنهم يتكلموا على والد الركراكي وعلى عصام الشرعي. ولكن على حسب البلاغ ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي أعلنت مساء البارحة الخميس عن تعيين طارق سكيتيوي مدربا للمنتخب الأولمبي عوض الإطار الوطني عصام الشرعي. واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن هذا التغيير يأتي في إطار النهج الجديد للجنة المنتخبات الوطنية والمتمثلة في التنسيق والتواصل بين الأطر التقنية لكافة المنتخبات الوطنية. ويأتي هذا التغيير بعد قبل 4 أشهر فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية باريس 2024 بمشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة بعد ضمانه تأهل بقيادة عصام الشرعي في شهر يوليوز الماضي. كما تكلمت في الفيديو في الأول، قلت بأن هذا المدرب عصام الشرعي في كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة اللي شاهدناه بأن هذا المدرب ما كانش في المستوى رغم أنه فاز بهذا الكأس. المدرب نقصه التجربة بزاف، أخطاء كثيرة اللي كنا نخسروا في هذاك الكأس ديال أفريقيا أقل من 23 سنة، ولكن اللاعبين اللي تقاتلوا صراحة، ولكن المدرب ما كانش كيلعب بشي خطط اللي مهمة جدا وكان كيبان عليه بأنه ماشي في المستوى. وحنا كنعرفوا أن المغرب مقبل على تنظيم كان 2025 وكأس العالم 2030. يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها تضع المدرب الكفء في المكان المناسب. رغم أن الجامعة اتفقت مع سكيتيوي يقدر إلى ما كانش في المستوى تحيدو قبل هاد الألعاب الأولمبية. أيضا وليد الركراكي إلى ما خدمش مزيان وبقات النتائج سلبية غادي يمشي بحاله. هذه فقط مسألة وقت، والمدرب اللي في المستوى غادي يبقى على رأس المنتخبات المغربية، وهذا شيء اللي منطقي. وحتى الجامعة يجب أنها تكون في المستوى وتكون ما فيهاش واحد النوع ديال التحيز، تكون فيها المصداقية والشفافية واختيار الإنسان المناسب اللي غيكون قدوة للمدربين آخرين اللي غادي يتهافتوا باش يوصلوا ويدربوا المنتخبات المغربية. أقول للإخوة والأخوات اللي أول مرة يشاهدوا القناة الاشتراك في القناة وعلامة الإعجاب، وأيضا وضع واحد التعليق ولو بسيط جدا، ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في الواتساب في الفيسبوك في الانستغرام. وأقول لكم شكرا، ونلتقي في فيديو قريب إن شاء الله، فيديو متنوع، فيديو اللي ينال الإعجاب ديالكم وفقط الدعم ديالكم، لأن القناة يلا في الطريق ديالها، ما تبخلوش علينا. الاشتراك هو الأهم، ونتعاونوا مع بعضياتنا لأن التعاون هو أساس النجاح. وشكرا لكم وتحياتي.